هل عمرك زعقت في ابنك وبعد دقيقة واحدة حضنتيه؟ بس رغم الحضن حسيتي إن في حاجة اتكسرت جواه؟ هو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. ليه العصبية بتوجع الطفل حتى لو بعدها جه حضن؟ في لحظة الزعيق دماغ الطفل ما بتفهمش إنك متوتر أو إنك متوترة، هي بتفهم إن في خطر. واللوزة الدماغية اللي هو الجزء المسؤول عن الخوف في دماغ الطفل بتشتغل فورا وبترسل إشارة لجسمه إنه يفرز أدرينالين وكورتيزول. قلبه يدق بسرعة ونفسه يتقطع، وفي ثانية الأمان اللي كان حاسه منك بيختفي. أيوة، الحضن بعد كده بيهديه وبيفرز الأكسيتوسين، هرمون الارتباط. بس الجسم لسه فاكر إن فيه إشارة خطر، يعني محتاج وقت وتجارب هادية علشان يصدق إن صوتك آمن تاني. كأنك بتقوليله من غير قصد: أمانك في إيدي، بس ساعات هوجعك. اللي بيحصل مش ضعف منك، ده جهازك العصبي المرهق بيحاول إنه يحميكي. العقل الواعي بيطفي والعاطفي بياخد القيادة مكانه. ولما ترجعي تهدي الندم بيكلكل قلبك. والحل هنا إن حضرتك تاخدي نفس عميق وهادي وقربي منه بهدوء وقوليله: ماما كانت متوترة وزعقت، بس ده مش علشانك، أنا بحبك. لازم تقوليله كده بهدوء واسمحيله إنه يقولك هو حس بإيه وقتها. كل مرة تعملي كده مع طفلك انت بترممي الأمان اللي اتكسر. مش لازم تكوني أم مثالية، لكن لما تختاري الهدوء بدل الانفجار انت بتزرعي جواه صوت جديد للأمان. صوتك صوتك كأم لما يهدى هو العلاج الحقيقي. لو الكلام ده لمس قلبك اعملي لايك وشاركي الفيديو، يمكن كلمة بسيطة تغير يوم أم تانية.